هذا الفيديو غادي يكون سبيسيال ديال بصح حيت غادي نعرفوا الحقيقه الاكثر غموضا اللي كتخص سيمو لايف يوسف الحمزاوي وايمن القيتيوي، بعد انه غادي نقسموا هذا الفيديو لزوج ديال بارتي. في المرحله الاولى غادي ندويو على يوسف الحمزاوي والسيمو لايف، وغادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي من شحال هادي هو تيدور ليا في راسي، بحيث بما انه السيمو لايف والحمزاوي كيدخلوا الملاير في الملاير، علاش خدامين في صناعه المحتوى بالليل وبالنهار، وعلاش كيديروا الاشهارات وزيد عليه حتى الدورات التكوينيه اللي كيبيعوهم العباد الله. ومن بعد غادي ندوزو لايمن القيتيوي وغادي نعرفوا فاش خدام وكيفاش يقدر يوازن ما بين الخدمه ديالو وصناعه المحتوى، وعلاش هو اصلا داير هاد صناعه المحتوى ملي هو كيدخل الفلوس بحال التبن. هادشي كامل وزيد عليه غادي نتعرفوا عليه في هاد الحلقه، ولكن قبل ما نبداو ما تنساش انك دير معاك واحد لايك واشتراك للقناه الا كنت كيعجبك بحال هاد المحتوى، واهم حاجه في هادشي كامل هو انك تفعل الجرس باش دائما تكون انت هو الاول. وخلينا نبداو. الشخصيات خويا اللقاء ديال كبار الشخصيات. مبدئيا قبل ما ندخلوا لهذا العالم ديال الاي كوميرس اجي نعطيو ليها واحد التعريف اللي بسيط. كيف ما كيكون في المعتقد ديال العديد من الشباب انهم الا بغاو يدخلوا فلوس بزاف وبجهد قليل كيلتجؤوا للتجاره الالكترونيه، ومن بعد ملي كينتقلوا لهذا المجال كتلقاهم ما دوزوش حتى بزاف وكيرجعوا لنقطه الصفر، وهادشي كيكون السبب ديالهم عمالقه الوهم. انت فاش كتشد داك التليفون وكيطلع لك شي واحد اللي كيعاود لك القصه ديالو وكيفاش قدر انه يدخل 1 مليون دولار من التجاره الالكترونيه، وكيبدا يعاود لك باللي ساهله وما كتحتاج شي دخل معرفي، واي واحد مبتدئ يقدر انه يدير منها الفلوس، وانت مع قوه الزلط والكلاخ اللي فيك كتمشي معاه في الريتم حتى كتوصل معاه للدقيقه الاخيره من الفيديو، وتما فين كيلوح لك الشبكه. والعديد من الشباب مشاو خداو دورات تكوينيه في اليوتيوب على اساس انهم غادي يديروا من موراها الفلوس، ولكن للاسف هما كيكون عند بالهم بلي الاي كوميرس كتجيب غير واحد المنتوج بثمن اللي قليل وكتعاود فيه البيع بواحد الثمن اللي كبير وكتاخذ فيه الربح ديالك، ولكن غير مع شويه ديال الوقت غادي يبان لك بلي هادشي ما تمشاش كيف ما كنت كتصور. وهنا غادي تكتشف بلي التجاره الالكترونيه ماشي هي هذاك التصور والفكره اللي كاينه في بالك، وانما العكس. باش تبدا هذا المجال ديال الاي كوميرس خاصك مبدئيا تعرف بلي راه المنافسه طالعه بزاف، وباش تبدا الاي كوميرس خاصك على الاقل تكون ضابط الابجديات ديال الماركتينغ نيميريك، خاصك تعرف كيفاش دير الجيستيون ديالك، بمعنى اخر كيفاش غادي تتعامل مع الليفرول، وزيد عليه بزاف ديال الحوايج اللي خاصك تعلمهم مع الوقت. وحتى الدورات التكوينيه اللي كيشراو حتى الثمن ديالهم ما بين 100 دولار حتى ل 500 دولار او اكثر، ما كيعلموكش هادشي بلي ديتاي. وهادشي كيفكرنا في اسطوره الربح اللي هو السيمو لايف. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو بلي السيمو لايف كيدعى بلي هو اغنى مليونير في المغرب، ولكن فاش كتدخل للحسابات ديالو على السوشيال ميديا كتلقاه كل دقيقه ناشر ريز جديد زعما هاد الوقت كامل، وزيد عليه حتى الاشهارات ديال برودويات، وبلا ما ندوي على الدورات التكوينيه اللي كيبيعوهم في يوتيوب. يا صديقي بما انك تدخل الملاير في الملاير من الاي كوميرس، علاش كتزيد ثمن راسك مقابل واحد الدخل اللي قليل؟ من بعد وانت من الابحاث اكتشف بلي هادشي اللي كيدير هاد الاسطوره راه واخدو على محمل الجد، وحتى هاد الخدمه في السوشيال ميديا راه على حق، حيت راه الا جينا خدمنا المنطق باش انك تبيع واحد المنتوج خصك اولا دير له اشهار، وهادشي كيديرو سيمو لايف فابور حيت هو اصلا مشهور، وهذه هي من بين اهم الخطوات اللي كيطبقوهم صحاب الاي كوميرس. اما من الناحيه ديال الدورات التكوينيه فغير كيحاول انه يزيد واحد الدخل اضافي وصافي، وهادشي كيطبقو حتى الحمزاوي في الفيديوهات ديالو. اما الا مشينا عند ايمن لقيتيوه في المحتوى ديالو غادي نلقاو باللي حتى هو كيطبق نفس الكونسيبت ديال هاد الزوج، غير هو ما خدمش في الاي كوميرس وانما سربيه في السماء. ولكن اللغز اللي محيرين وهو انه هاد المهنه اللي خدام فيها لقيتيوي واللي هي مضيف طيران كيتراوح العدد ديال الساعات ديالها في الاسبوع ما بين 30 حتى ل 40 ساعه، وهادشي كيختلف من طاقم لاخر. يعني على الاقل راه رحله جويه غادي تدوز فيها واحد النهار ولا يومين، والا طولتي عندك 4 ايام. اما فيما تبقى من الاسبوع فراه كيبقى راحه، وفي هاد المده كيرجع للقناه ديالو كيبدا كيبوست الفيديوهات كيف العاده. وهذه كتبقى غير نظريه من بين اكثر النظريات اللي عندهم واحد التفسير لهذا اليوتيوبر. ولا كنتي وصلتي حتى لهاد الدقيقه ديال المشاهده ما تنساش تكومونتي لينا بالسميه ديال شعيب باش نعرف واش كيعجبكم بحال هذا النوع ديال المحتوى ولا لا. وتتهلاو ونتلاقاو في حلقه جديده.